جمل زي البنت بقت صعبة جدا، انا ما بقتش قادرة عليها، او الجيل الطالع ده احنا مش عارفين نعمل معاه ايه، ابني فعلا هيجنني، مفيش حاجة عارفين نتفق عليها. جمل زي دي بنسمعها كتير جدا في الوقت ده، وفعلا عندنا حق. الجيل اللي طالع ده بتاع السوشيال ميديا والانفتاح الكبير محتاج طرق مختلفة تماما عن الطرق اللي احنا اتربينا عليها، ولان اغلبنا ما يعرفهاش فبيحس ان التربية بقت اصعب كتير مما كانت زمان، واحنا مش قادرين نربي الاولاد. في حلقة النهاردة هنعرف 10 أفكار ذهبية تعلمنا ازاي نتعامل مع الجيل الصاعد، بالأخص الأولاد الصعبين منهم. الغاليين عندي جدا متابعيني برنامج فكرة مع مرجو، أتمنى حلقة النهاردة تساعدكم كتير جدا في تعاملكم مع الجيل الصاعد. طبقوا الأفكار وعرفوني النتائج، ما تنسوش تشتركوا في القناة، شاركوا الحلقة لكل حد بتعرفوا ان هو بيعاني من طباع صعبة جدا مع أي طفل أو مراهق بيتعاملوا معاه. يلا بينا نعرف الأفكار. أول فكرة معانا، سيتغلبون عليك بسبب طاقتهم. الأولاد الصعبين تبقى عندها طاقات جبارة جدا، زي ما بنقول كده بطاريتهم ما بتفضاش، فسواء كان طفل أو مراهق هو بتبقى عنده طاقة بيستخدمها في المناقشة أكبر من طاقة أي حد كبير بيتعامل معاه. وقت المناقشة تحديدا بيستخدم كل طاقته كأنه داخل حرب لازم يكسبها، دي مش مناقشة عادية. الفكرة اللي هنستخدمها هنا هي ان احنا هنختار سلوك واحد حابين ان احنا نعززه او نشجعه عليه، وهنشوف انه احيانا بيتعمد ان هو يتصرف التصرف ده علشان يشوف تشجيع، ونختار سلوك تاني حابين ان هو يقلل منه، ونبتدي نتكلم معاه عن التصرف ده وتفهمه انا ما بحبش التصرف ده لكن بحبك انت لان انت ابني. وهنستمر على السلوكين دول لمدة 6 اسابيع على الاقل. حاول ان احنا ما نزودش سلوك تاني عليهم، علشان انت مش بس هتحس ان انت طاقتك خلصت، انت هتحس ان انت بقيت عصبي جدا ومرهق. تاني فكرة معانا بعنوان دماغ تمساحين بتساوي زعيق كتير. العنوان غريب بس تعالوا نشوف المفهوم منه ايه. لما بنيجي نشوف نعمل سكان لدماغ الطفل او الشاب في الوقت الخناقة، بنلاقي ان في جزئين في الدماغ هو اللي بيبقوا نشيطين. هما ايه؟ جذع الدماغ وده اللي بيبقى مسؤول عن التنشيط، ولوزة الدماغ ودي اللي بتقرر يا اما المواجهة او الهروب. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان وسط اي خناقة او مشادة الاولاد دي بتبقى عقلانية بمقدار عقل تمساح عادي، فالتبرير والمناقشة والشرح بيعتبر مضيعة للوقت، لان مهما حسيت ان كلامك او نصيحتك دي مهمة جدا انت بتجد نفسك على الفاضي، لانه مش هيقدر لا يسمع كلامك الحكيم ده ولا يستوعب منه حاجة. ليه؟ لان الجزء الدماغي اللي مسؤول عن ضبط التعليم والاستماع عنده مش شغال في الوقت ده. انت كمان لما بتتنرفز بتبقى عقلاني بمقدار عقل تمساح عادي، فتخيل كده 2 من التماسيح بيتكلموا مع بعض، غالبا كل كلامهم عبارة عن زعيق كتير. طيب اعمل ايه لما نلاقي المناقشة قلبت لخناقة ومشادة بيني وبين ابني؟ هنا هتعمل حاجتين، هتبعد عشان تهدى، وهو كمان هتسيب له مساحة انه يهدى ويقعد لوحده، وبعد كده ترجع تتكلم معاه. واكد تاني ان المناقشه لو موقفتش في الوقت دوت انت مش هتكسب اي حاجه غير ان انت هتكون ضيعت جهد كبير وطاقه من عندك. تالت فكره معانا، لا تتصارع معهم في الوحي. الاولاد اللي دايما بتبقى طباعهم صعبه ودايما نشتكي منهم بتبقى احاسيسهم قويه جدا، ونلاقيهم بيحبوا الدراما والمسلسلات المشوقه وافلام الرعب. مش بس كده، نلاقيهم كمان موهوبين في ان هم يخلقوا الدراما والرعب ده. في اي جدال هتدخلوا معاهم مش هينتهي غير بين انتوا الاتنين دخلتوا في معركه في الوحي، هو مستمتع جدا وانت متغاظ ومتضايق. فلو عايز تسليه اسأله سؤال مستفز، هيتبسط جدا ويبتدي بقى يدخل المناقشة والجدال. مش مناقشة، دي هتبقى بمثابة حرب وممكن تستمر لساعات كمان. طيب الحل ايه؟ حول الأسئلة اللي ممكن تفتح أي جدال لتعليمات واضحة ومحددة. فبدل ما تقول لها مثلا هتبدأي مذاكرة امتى، قول لها ممكن تبدأي مذاكرة عشان يوم ما يضيعش. بدل ما تقول له مثلا واوضتك دي هتتوضى بامتى، قول له ممكن توضب اوضتك قبل العشاء. تقول له مثلا بص انا حابب افكرك باتفاقنا. تقولي لها مثلا تعالي كده، تعالي نقعد مع بعض نفكر في الطريقه اللي هتساعدك في المدرسه. رابع فكره، ما تقوم به اهم مما تقوله. لغايه وقت معين كنت في اعتقاد ان كل ما اشرح لابني او المراهق اللي بتعامل معاه الحاجه اللي انا عايزاه منها هوصل لنتيجه حلوه. في الحقيقه هتوصل لنتيجه مع الاولاد العاديين، لكن اللي طباعهم صعبه للاسف مش هتوصل معاهم لحاجه، لان هم هيكونوا مشغولين يا اما بيكونوا وجهه نظرهم المعارضه، او مش هيدولك مساحه وقت اصلا ان هم يسمعوك. فمع الاولاد دي العمل اهم من الكلام، بمعنى ان الطقوس البسيطه اللي هتدخلها على حياتهم العائليه تعتبر بمثابه قوه ايجابيه جباره بتنمي عندهم الالتزام
وحسن النية. ومش شرط تكون الطقوس دي غالية، بالعكس ده أفضل الطقوس والعادات دي هي اللي بتبقى تكلفتها بسيطة أو اللي بدون تكلفة خالص. والمقصود بالطقوس هنا هي الحاجات اللي هنمارسها مع بعض بانتظام، واللي غالبا هنسمعها فيما بعد من أولادنا. ماما زمان كانت معودانا إن احنا نقعد ناكل كلنا سوا مع بعض، أو بابا كان معودنا على طول إن هو بيشاركنا في ممارسة الرياضة. ومن نماذج العادات العائلية ديت مثلا ممارسة الرياضة، زيارة القرايب، وجبة الغدا مثلا لازم ناكلها مع بعض، المناسبات الاجتماعية لازم نحضرها سوا. خامس فكرة هي تنمية المرونة عند الأطفال. والمقصود بالمرونة هنا هي قدرته على إنه يتخطى الأوقات الصعبة اللي ممكن يتعرض لها في حياته. طب إزاي أقوي أو أنمي المرونة دي عند الأولاد والمراهقين؟ 3 حاجات. أول حاجة إنهم يحسوا إن عيلتهم بتحبهم. تاني حاجة إن هم يكون عندهم أصحاب متنوعين. تالت حاجة إن يحبهم حد كبير من برا العيلة. أول نقطة، محبوب من العيلة. هيحس بده لما تبتدي توضح له إن أنت ما بتحبش تصرف معين هو بيعمله، لكن بتحبه هو لنفسه. أقوى عامل يساعد ابنك إنه يعيش حياة ممتازة هو علاقتك بيه، فحاول إن أنت تحافظ على قوة العلاقة دي. حاول لو عرفت إن في طريقة معينة بتهدد علاقتك بيه في تعاملك معاه، توقف الطريقة دي على طول. تاني نقطة، إن يكون عنده أصدقاء متنوعين. عشان ابنك يكون مرن، دور على فرص تساعده إنه يلاقي أصدقاء في مجالات مختلفة. ما تكتفيش مثلا بأصحابه في المدرسة أو في العيلة وبس. دور مثلا إن أنت تشترك له في أنشطة زي الكشافة أو الكورسات السباحة أو النوادي والكورة وغيرها. ثالث نقطة، إنه يحبوا حد كبير من برا العيلة. تربية الأولاد صعبة جدا، فما بالكم بتربية الأولاد الصعبة، متعبة جدا وصعبة جدا. فمهم ان يكون في حد كبير من برا العيلة احنا بنثق فيه جدا، وتكون علاقته حلوة قوي بابنه. ليه؟ ده علشان هيساعده انه لما هو يرفض انه يلجأ لنا احنا، يلجأ للشخص ده. ومهم كمان ان الشخص دوت ما يقعدش يحل للطفل ده او المراهق كل المشاكل اللي بيتعرض ليها عشان ما يلغيش شخصيته. سادس فكرة، قبل ان يذهب للنوم اهتم فقط بالتواصل معه. كل حاجة بتحصل قبل النوم بتدخل في عملية الأحلام طويلة الأمد، فبالتالي اللي بتقوله لابنك قبل ما ينام هو أكتر حاجة بيفتكرها. وعشان كده مهم جدا إن مهما كان يومكم وحش وكانت الخناقات بينكم وكلامكم قاسي قوي على بعض، لازم تلاقي وقت قبل ما ينام يكون فيه سلام ما بينكم. بمعنى إن مثلا لو أنا حسيت إن من كتر المشادة ما بيننا إنه ابتدى ينسى إني بحبه، لازم أقوله ده قبل ما ينام، أنا بحبك. 7 نقطة، تعرف على أصدقائهم. مع الأولاد الصعبين مش مهم بس إن أنت تتأكد إن أنت تعرف أصحابهم، أنت محاول على قد ما تقدر إن أنت تتعرف على أهليهم إن أمكن. وإزاي تتعرف على أصحابه؟ أفضل طريقة إن أنت تعزمهم في بيتك على أكلة حلوة. وما تحاولش إن أنت تطلب من ابنك إن أنت تتصل بأهالي أصحابه، لا، حاول إن أنت تكلمهم بنفسك. وحاول تنتهز أي فرصة تحصل إن أنت تتعرف فيها على أهاليهم وتعرفهم بنفسك. 8 فكرة، ابحث عن وقود للحديث. الأولاد الصعبين سهلة جدا إن أنت تتكلم معاهم وقت نرفزتهم، وصعب جدا إن أنت تفتح معاهم أي حوار وقت ما يكونوا هادين. وأبسط طريقة عشان تفتح معاهم أي حوار، حاول إن أنت تعرف مثلا إيه البرنامج المفضل بالنسبة له بيحبه جدا، واقعد اتفرج معاه عليه بغير ما تتكلم ولا تعلق بأي تعليق خالص لمدة أسبوع. وبعد كده حاول تعرف إيه المواضيع اللي بيتكلم عنها البرنامج ده، وتبتدي تخرج منها بنقط تفتح بيها حوار مع ابنك. لو كنتم متعودين ان وقت الاكل مثلا بتتفرجوا على نشرة او فيلم او اي حاجة، حاول ان انت تطفي الحاجات دي في وقت الاكل وتبدأ تفتح معاه الكلام. لكن لو صادف ان مثلا ده نفس الوقت اللي هو بيتفرج فيه على البرنامج المفضل ليه، لا، يبقى احنا هنغير ميعاد الاكل نفسه عشان احنا بنحاول نكسبه. 9 فكرة، التوقيت الصح هو الاهم. حاول ما تطلبش منه حاجة وهو قاعد مريح. حاول تشوف الأوقات اللي بيبقى واقف فيها وتطلب فيها الحاجات عشان يبقى سهل إنه يتحرك وما يكسلش. مهم كمان إنك تعرف إن هو بياخد وقت على ما يستوعب المطلوب منه، فما تطلبش منه الحاجة وتقف مستني إنه يعملها حالا. لا، سيبله شوية وقت يستوعب المطلوب منه ويرجع بعد شوية يشوف الدنيا وصلت لإيه. الفكرة 10 والأخيرة، هم بحاجة إليك. الأولاد الصعبين بيحتاجوا وقت أكتر من أهاليهم علشان يحسوا إنهم محبوبين، وعلشان يتعلموا ازاي يتحكموا في تقلباتهم ونزواتهم. ولان طباعهم صعبة جدا وهم عارفين ده، بيخافوا جدا ان احنا نتخلى عنهم بسبب عندهم، وبسبب ان مثلا دمهم مش خفيف او انهم مش ناجحين.
وفي الواقع إن نسبة كبيرة من قوة شخصيتهم دي عبارة عن ستارة بيداروا بيها قلقهم وخوفهم. ومن أهم الدروس اللي بيحتاج يتعلمها واللي محدش في الدنيا هيقدر يعلمها له غير أهله وبس هو إنه محبوب لشخصه مش لأي سبب تاني فيه. التربية عملية صعبة ومتعبة، لكن نجاحك في تربية أولادك ده بيسيب تأثير كبير قوي في المجتمع اللي انت عايش فيه. ولو ما قدرتش ان انت تنجز اي حاجة في حياتك غير ان انت ربيتهم صح فده أعظم إنجاز ممكن تعمله. يلا شاركوا الحلقة مع أي حد انتوا عارفين انه بيلاقي صعوبة في التعامل مع الأولاد، وكمان اشتركوا في القناة واعملوا لايك للحلقة دي. ربنا يفرحكم بأولادكم دايما. كنتم مع مارجريت روماني برنامج فكرة مع مارجو. سلام.